منقذ فبكيت من حر الأسى بفؤادي. كتبت لنا مأساتها بدمائها أجرى على الأوراق مسك مدادي. طمعت بعون المسلمين فها لها أن الجميع بغفلة ورقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعة. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون إلى حلقة جديدة من برنامج انصروا دماج. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد بن مبارك الهيم، مؤسس معسكر تجهيز الغزاة في اليمن، واحد المشاركين في فك الحصار عن دماج، وعضو لجنة مناصرة دماج. فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ، كل عام وأنت بخير. أنت بصحة سلامة، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر لكم هذه الاستضافة لنشر قضية إخواننا في دماج. فكما يقولون دماج جرح جديد في هذه الأمة، دماج مغيبة عن الإعلام، دماج بعض الأخوة لا يعرف ما قضية دماج، دماج مغيبة عن الإعلام. نعم، حسنت. نعم شيخ الكريم، أنا بودي أن أدخل بتساؤل ربما نعم. مهم جدا. نعم. وأريد منك الحديث عنه فقط لدقائق قليلة. شيخ الكريم، قضية دماج، لماذا هذا الغياب في قضية دماج؟ يعني القضية السورية، القضية العراقية، سائر القضايا. وأنا اليوم قلت لك ونحن في الطريق يا شيخ، كنت أتساءل مع أحد الزملاء، مع أحد المشايخ، أقول لو لم تكن قناة وصال تنقل للمسلمين أحداث دماج فمن سيكون لهم بعد الله عز وجل؟ نعم. أولا نشكر قناة وصال على تبني هذه القضية، وهذا شيء ليس بجديد عليه. نعم. وقناة وصال يعني شكر الله سعيها في دعم قضايا الأمة في البحرين والعراق وسوريا وبورما واليمن. قضية دماج هي قضية تهم كل مسلم. مركز دماج هو المركز الذي خرجت منه السنة إلى أرجاء اليمن. نعم. لو نرجع حق دماج وكيف يعني غيبت، دماج هي التي يعني نشرت السنة في اليمن كلها. خرج الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من اليمن، وخرج بدر الدين الحوثي من اليمن، خرج رجلان من اليمن. الشيخ مقبل توجه إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ودرس في الجامعة الإسلامية، ودرس علوم الدراسات العليا، وخلص الماجستير ورجع إلى اليمن. أما بدر الدين الحوثي ذهب إلى قم ودرس في قم التي في إيران، ورجع إلى اليمن. الشيخ مقبل رجع في التوحيد والسنة ونشر الخير، وأما هذا الحوثي رجع بالشرك والبدعة ونشر الفرقة. فخلال 30 سنة لم يستطع الحوثي أن يصدر هذه الدعوة الشيعية الرافضية الاثنى عشرية، ولن يصدرها بإذن الله. الحمد لله. فحاول أن يصدرها لم يستطع، لأن طلاب دماج وهي منطقة من مناطق صعدة كانوا لهم بالمرصاد. اليمن ليس وضعها كوضع بلاد الخليج، أن الدولة تؤسس مسجد وهي تختار الإمام. لا، اليمن يقوم رجل منفق على بناء هذا المسجد ويسلمه لمن شاء بدون راتب، هو الذي يدفع الراتب لهذا الرجل. لما أسس الشيخ مقبل هذا المركز، كان مركز يعني كما يقولون ربما حجرة. وكان يعرف رجل كويتي، كان هناك يمن اسمه عبد الله العنسي، يعرف عندنا أخ أو يعني عم فاضل اسمه حمود أركيبي أمطيري. حمود أركيبي أمطيري، رجل يعني كبير بالسن ورجل يحب الخير ويعني طالب علم كان في وقته. هذا كلام في التاريخ. هذا سنة 1982. نعم. فقال له الشيخ مقبل، وقال العنسي لو يعني اتصل الشيخ مقبل، فوصل إلى الشيخ مقبل في دماج. يقول لما رأيت دماج، كانت دماج يقول منطقة كما يقولون ليس فيها شيء،
لا مياه ولا أشجار، لأن الماء عنهم بعيد. يقول جلست عند الشيخ مقبل ربما 3 أيام، يقول فأخذنا نتمشى أنا وهو، فقال لي يعني قلت للشيخ مقبل ماذا تريدون؟ قال نريد أن يحفر بئر ونريد توسعة لهذا المسجد. فقال الشيخ مقبل هذا المال الذي معي كله لك وتصرف به. يقول فرأيت وجه الشيخ مقبل يتهلل. وكان يقول الشيخ مقبل يقول كانت النساء أو الرجال يذهبون يعني الصباح ليأتوا بالماء ويرجعون على الحمير جلكم الله، يعني أكثر الماء انتثر من القرب. فقال الشيخ مقبل نحفر البير ها هنا. يقول هذا يعني العم الفاضل يقول رجعت إلى الكويت، وبعد سنة أو سنتين اتصلوا علي قالوا تعال انظر عملك. يقول فلما رجعت إلى دماج يقول وجدت دماج متغيرة، يقول فيها حنفيات المياه، وفي كل بيت عنده شجرة، والمسجد قد توسع. يقول فأخذ يتوافد إليه الناس من كل صوب. هذه بذرة هذا الرجل وزوجته جزاهم الله خير. آمين. فلما كان الحوثي يريد أن يصدر هذه الدعوة كان طلاب هذا المركز يتصدون لها. فصارت الأحداث الأخيرة لما سقط النظام اليمني. سقط النظام اليمني قام الحوثي أراد وأسقط كل المناطق التي حوله في صعده، وبقيت دماج وظن أنها لقمة سائغة، وحاصر دماج وأراد إبادة الرجال وسبي النساء وقتل الأطفال. وقامت مجموعة من القبائل إلى الحوثي طلبوا منه أن يهدي الوضع، رفض. الدولة مغيبة، سقط النظام اليمني وتفلت من يده. يقولون الأخوة الذين كانوا في صعده يقول قامت ميليشيات اليمني وزاحمت أفراد الشرطة وأفراد العسكر، هنا يقف عسكري وهنا جنبه حوثي، حتى سيطروا على الوضع وغيبوا وضع الدولة عن دماج عن صعده، وخرجت صعده بأكملها من سيطرة الدولة، وصارت دولة داخل دولة. قامت مجموعة من القبائل وعلى رأسهم قبيلة وايلة أعزها الله بالسنة، وحاولوا فك الحصار عن دماج، وجرت معارك قرابة 7 أشهر وأسقطوا هذا الحوثي وعقد معهم الصلح. الآن الكلام هذا الصلح الحوثي 30 سنة لم يستطع أن يصدر دعوته خارج صعده، غير مقبول. ليست خارج اليمن إنما خارج صعده. خارج صعده غير مقبول أبدا. حاول بالمال وبالرجال غير مقبول، حتى أن الزيدية كانوا يحاربونه ويكفرونه ونزلوا فيه الفتاوى بتكفيره. فلما جاء إلى دماج قال نعقد معكم صلح، وفعلا عقد صلح أن لا يتكلموا فينا ولا نتكلم فيهم ولا يتعرضون. واستمر هذا الصلح، فسمى الحوثي هذه السنة سنة الدعوة، السنة الماضية، وسمى هذه سنة سنة القتال أو الحرب، أو كما يسمون جهادهم المزعوم. فلما عقد صلح مع دماج وصل إلى غالب محافظات اليمن، ودخل إلى صنعاء، وكثير من العمارات الآن في صنعاء معبأة بالسلاح، ووصل إلى الحديدة وإلى الرضمة وإلى إب وإلى كثير من محافظات اليمن، حتى أن بعض السياسيين تكلم وقال الآن الحوثي يتحرك تحرك سياسيا، علم أنه التحرك العسكري ما يفيد. فانظر دماج عقد معها الصلح مدة سنة، وصلت دعوته إلى خارج صعده، واشترى كثير من أمراء القبائل وكثير من الخونة. لما سيطر الحوثي بدأ بالحرب قبل رمضان. أول جبهة فتح مع جبهة الرضمة، عفوا مع مديرية منبه، وأسقط مديرية منبه، وبطش بالرجال وخرب المساجد. وهو عادته إذا سيطر على مسجد يقلبه إلى مقيل، يجلس فيه أصحاب الميليشيات ويأكلون القات ويجعلونه مقيل ويعلقون عليه الدشوش، لا يحترمون لا القرآن ولا يحترمون هذه المساجد. ثم أسقط مديرية منبه، فرجع إلى دماج، حاول ضربها في رمضان في العيد، وأخذ يضربها، ضربها بالمدافع والرشاشات. ولكن دماج ليست هي دماج الأولى التي كان يظنها أنها خالية أو ليس فيها رجال.
رجال دماج غالبهم شاركوا في جبهة كتاف وأخذوا دروسا في القتال وسطروا البسالات، فرجعوا إلى دماج أثناء الصلح. فلما هجم الحوثي الأخوة يعني جعلوه يتقدم وهو يضرب ويتقدم، فردوا عليه، وكانت نتيجة هذه المعركة قتل من الأخوة قرابة 8 وجرح قرابة 18، هكذا يعني 9 8 هكذا تقريبا. لكن الحوثي صفوفه قتل أكثر من 100. قتل أكثر من 100 وأكثر من 300 جريح. امتلأت مستشفيات صعدة بالجرحى. الحوثي أصحابه ما يتقدمون إلى أهل دماج، يعرفون دماج، كتاف يعرفها الحوثي، يأتي بأبناء المحافظات الأخرى ويهدهم على أهل دماج، ولا يعرفون قتال دماج. أهل صعدة يتقدمون إلى دماج. ثم فتح جبهة في الرضمة. أبناء المحافظات الأخرى على نفس المذهب. على نفس المذهب. نعم. ثم فتح جبهة أخرى على الرضمة، على الشيخ عبد الواحد الدعام. والشيخ عبد الواحد الدعام لواء متقاعد. فاستوت بينهم المعارك وهزمهم القائد عبد الواحد الهزام هزيمة لن يمحي عارها إلى الأبد، وطحنهم وظنوا أنهم سيغلبون، وطحنهم وأسرف فيهم القتل، حتى جاءت الدولة وقالت يا شيخ عبد الواحد نريد نعمل الصلح. ودخلوا على مسؤولين كبار منهم أظن رئيس الأركان، وأخذوا العسوب الجنابي ورموها في حضنه. فقال أنا يعني احتراما لكم ولوجاهتكم نوقف الحرب. الحوثي مهزوم في الرضمة. إيش فعلت الدولة؟ هذا أنت سألتني عن الدولة. قامت الدولة من بعدها بيوم واعتقلوا أبناء عبد الواحد الهزام. هذا الذي نريد أن نسألك عنه في دور الدولة. الصلح الآن الصلح. انظر الدولة ماذا تتعامل. ذهبت إلى عبد الواحد الهزام وقالت له اعمل الصلح. عمل الصلح والرجال عنده يعني كلمته. فعمل الصلح، فقال الآن أبنائك نريدهم أن يذهبوا إلى المديرية. فلما جاءوا المديرية اعتقلوهم، واعتقلوا معهم مجموعة من إخوانهم يعني المقاتلين، وقالوا حق عبد الواحد الهزام أنت يجب أن تخرج من الرضمة. جبهة الرضمة جبهة رفعت أهل السنة في اليمن وأرجاء اليمن، رفعتهم. وجاءت الدولة تريد أن تخذل هذا الرجل الذي لا يدعمه إلا الله سبحانه وتعالى وبعض يعني الرجال الطيبون. الحوثي تدعمه إيران تدعمه. نعم. تدعم بعض الدول وربما إسرائيل وأمريكا. الحوثي إلى الآن لم يصنف إرهابي على رغم الجرائم. لم يصنف إرهابي. نعم. لم ينزع منه السلاح. يحيى الحوثي إلى الآن في ألمانيا ويدير أملاك الحوثيين، وهو يعترف بنفسه، يقول ما في لا شيء اسمه لا أمريكا ولا إسرائيل، هذا كلام شعارات براقة كما يقولون. الحوثي الآن هو الذي يسيطر على صعدة ويدفع له الخمس ويأخذ الجبايات ويتحاكم أهل صعدة إلى الحوثي. وغيب دور الدولة. قام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتعاقد مع الحوثيين وفتح جبهة أخرى على قبيلة بالأحمر، قبائل حاشد. نعم. ودخل إليهم واستوت معارك كثيرة يعني. ثم فتح مرة أخرى الجبهة على دماج. لما هزموه إخواننا بعد العيد أو بالعيد أرسل يريد الصلح، ثم رجع مرة أخرى حرب، ثم أرسل يريد الصلح، ثم رجع مرة أخرى حرب، ثم جاءت الدولة وتدخلت الدولة وأرسلت أحد الاشتراكيين اسمه الأصبع أو أبو أصبع، وعلي الباشا زبع. وعلي الباشا زبع نحسب والله حسيب أنه مجتهد في هذه القضية. ودخل على عبد الملك الحوثي وتكلم معه وتكلم معه فارس مناع. وعود كلها كاذبة. وعود كلها كاذبة. قتل من بعد. ثم جرى مرة أخرى معركة وقامت الدولة وأرسلت واسطة. هجم الحوثيين وقتل منهم الأخوان 30 حوثي وجرح من إخواننا 3. لما جاءت الواسطة هنا تبين دور الدولة التي تقول هذه الدولة سنضع هنا دماج وهنا الحوثيين سنضع بينهم لواء ونأمن الحدود وكذا وكذا. وهذا كله كلام فاضي غير صحيح. دولة ألوية والدبابات وجيوش جرارة ما تستطيع تضرب تنظيم القاعدة، تطارده في كل مكان،
تطارد تنظيم القاعدة في كل مكان، ما تستطيع أن توقف بينها بين الحوثي. الدولة ترسل على الحوثي الواسطات تقول له توقف عن حرب الأخوة في دماج، مرات يرضى مرات ما يرضى. فلما أرسل الواسطة قال الحوثي نريد أن هدنة ونأخذ 30 قتيل. قال الشيخ يحيى طيب يا سعادة الواسطة اخرج القتلى وعندنا 3 جرحى، الأولى أن يرفع الجرحى يعالجون. قالوا لا، نحن أتينا إلى الجرحى القتلى نريد القتلى. قال الشيخ يحيى القتلى لا يرفعون من مكانهم، ومن تقدم خبطنا، من تقدم خبطنا، وتقدم 7 وخبطوهم الأخوة قتلوا واستوت المعركة. قال الشيخ يحيى له كلمات كثيرة، من ضمنها قال والله إن فارس مناع خائن، وفارس مناع صاحب أكبر سوق في اليمن اسمه سوق الطلح، وهو فارس مناع الطلح، وهو رافضي، وإن قال أنا لست برافض هو رافضي، وعنده أسلحة ومعدات ولم يقف مع أخوانه أهل السنة. إذا كان رافضين يا شيخ كيف نقول أنه يقف مع إخوانه؟ هو رافضي، إذا يعني من البديهي أنه لا يقف. نعم هو خائن، بل أن الدولة لما غيرت المحافظين لم تغير فارس مناع. الدولة جاءت بعد النظام السابق لم تغير فارس مناع إلى الآن. والآمر الناهي في صعدة هو عبد الملك الحوثي. عبد الملك الحوثي لما تقدم إلى الرضمة، أنا أقول للأخوان هذا الحوثي إذا استمر على هذه الطريقة احسب له من 20 سنة إلى 30 سنة، ثم قل سلام على اليمن، إيران أخرى، سترى بعينك باب شجاع، وسترى بعينك قم أخرى، وسترى بعينك مشهد أخرى. عبد الملك الحوثي لما جنوده لما دخلوا على مديرية منبه قتلوا الرجال والوجهاء وكبار الناس، قتلوهم وأهانوهم. في صعدة في شهر 6 الذي مضى قال لي قبل سنة شهر 6 مو هذا الذي مضى، قال لي بعض أمراء ووجهاء قبائل صعدة بايعوا من جديد، جددوا البيعة. قالوا لا نجدد البيعة. تعرف الواير السلك؟ نعم. السلك الواير معروف الذي الأب يؤدب فيه أبنائه. أدخل أمراء قبائل وأخذ بالصوت يضربهم كأنه صوت ويهينهم. هذا لا يعترف لا بدين ولا بقبيلة ولا أخلاق. وأنظر لجنوده مخزنين أهل متعة وأهل حبوب ومخدرات، كل بلاء فيهم، يعني ليسوا متدينين. لو قلت شيعي متدين لا، ليسوا متدينين. هذا الحوثي لو استمر سيجتاح اليمن كلها، والشعب اليمني شعب بسيط يعني تدخل عليه البدعة. لكن إخواننا أهل دماج ينافحون، وأخواننا في حاشد ينافحون، وكذلك كتاف. فقد لا تستبعد الذي يقول عبد الملك الحوثي سأخزن الجات في مكة، سآكل الجات في مكة، وأن يزرع في أتباعه أن مكة والمدينة هذه الحجاز كلها يجب أن يحكمها شيعي. الناس عندهم طموح كبير. نحن نصيح يا أخوان، نحن في غربة يا أخوان، نحن نقاتل إيران بالوكالة في صعدة، يعتزون بإيران الذي يقول وإذا خاب الحجاز ونجد فلنا أخوان أبات بفارس. الحرب علنية الآن لا شيء يخفى. فالنظام الدولة أهملت قضية دماج، فلم تهتم بقضية دماج، يذهبون إليهم الأخوة يواعدونهم خير، فحتى الإعلام اليمني لم يهتم بدماج. كثير من الناس لا يعرف من دماج. يا أخوان دماج هذه التي انتشر منها السنة في اليمن كلها. دماج لا يعرف عنها أهل اليمن إلا كل خير. يعني مستحيل اليمني ينسى مقبل الوادعي، بل أنه يسطر اسم الشيخ مقبل الوادعي، بل أن همدان وفخر همدان وريحانة همدان مقبل الوادعي. لم يرحل بعد الشيخ عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى الإمام المحدث الصنعاني قبل 1200 سنة إلا للشيخ مقبل الوادعي، وانتشرت دعوته في أرجاء المملكة والكويت والعراق وأندونيسيا والصين وأمريكا، حتى إلى الآن في نيويورك مسجد اسمه مسجد الإمام مقبل بن هادي. الآن القضية مغيبة إعلاميا من جهة الدولة، والحوثي يضع في قنواته أن أهل السنة يسميهم التكفيريين،
هم يحاربوننا ويقولون هؤلاء أتباع آل سعود. نحن أهل دين، نحن أهل دين، نحن وآل سعود على دين واحد، نحن والكويت على دين واحد، نحن مع أخواننا من اليمن على دين واحد. هم يقاتلون، بل أرسلوا 6000 مقاتل إلى جيش بشار نصرة له. الآن الشيخ يحيى قال إني يقول أن الجبهات يجب أن تفتح على الحوثي، والآن فتحت جبهة في حاشد بقيادة الشيخ الفاضل المغوار أبو حاتم الأشموري الحاشدي. هذا شيخ يقودنا إلى تساؤل أيضا حتى يعني يكون الحديث متصل. حينما نشاهد يعني إيران والذين يدافعون عنها ويقاتلون عنها في صعدة في اليمن وفي سوريا وفي غيرها من البلدان في العراق وفي غيرها، حقيقة يعني يكون لدى الإنسان يعني نوع من الأسى والحزن على حال إخوانه الذين لا ناصر لهم. ودماج أقرب مثال حقيقة الشيخ، يعني كونها مغيبة. حتى قلت يا شيخ أن وأنت مطلع على الوضع هناك أن كثير من الناس في اليمن من أهل السنة يعني تغيب عنهم قضية دماج، والحقيقة أن هذا الكلام يعني بل أن بعضهم يقول كذب، دماج ما فيها شيء. دماج ما فيها شيء. أنا أقول إن الأخوة في دماج طلاب علم وأهل كتاب وسنة، قولهم في التصوير حرام. قولهم في التصوير حرام. المعاصي قد تهزم الجيش، وكثير من المشايخ الذين يعني حاولنا نستأذن منهم أن نصور وننقل الأحداث قالوا والله نخشى أن تدور علينا الدائرة بسبب هذه المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين وشد الناس عذابا يوم القيامة. وهذا قوله، وهذا قول وله يعني قول له اعتباره. له اعتباره، قول يعني قول ابن باز وقول الشيخ الألباني وقول الشيخ الوادع رحمه الله. لكن نحن مضطرون، هو يحاربنا بالإعلام ونحن نحتاج إلى الإعلام. أين الصحفيين؟ أين لجنة الهلال الأحمر؟ أين لجنة الصليب الأحمر؟ قبل أيام الحوثي صبغ بعض السيارات صليب أحمر، حاول أن يأخذ قتلاه. انظر للاستخفاف بالناس. الإنسان مستخف، لا يراعي لا قوانين ولا يراعي حرمة قبائل ولا مسلمين ولا. فالأخوة هناك يحرمون هذا الأمر تحريم، ولكن حاولنا يعني نأخذ بعض يعني المقاطع، وقدر الله ما شاء فعل. فقلت لهم يعني يعذروني، كل له قول وكل له وجه. طيب يا شيخ، إذا لم يتبقى لديك شيء في هذا المحور نريد أن لا، أنا أقول الآن، أنا أقول أن على أهل السنة في اليمن وخارج اليمن، على اليمنيين أن يهبوا إلى نصرة إخوانهم في دماج، وأن يلتحقوا في جبهة كتاف التي فكت الحصار عن دماج، وأن يلتحقوا بجبهة حاشد، وأن يفتحوا الجبهات في حجور وفي حجة وفي كل مكان، وأن يشعلوها على اليمني، على هذا الحوثي الذي دخل على اليمن من فوق ومن تحت ومن كل الجهات، وعلى الأخوة الذين هم خارج اليمن أن يدعموا هذه الجبهات. لما دعمت هذه الجبهات فك الحصار عن إخواننا في دماج. الحوثي وقف 6 معارك أمام الدولة، وهذه الدولة الحكومة التي اعتذرت قبل أيام عن 6 معارك، اعتذرت عن 6 معارك. وأحد المخذولين من بعض الجماعات يقول يجب على الدولة أن تعطي الحوثي نصيب الخمس. انظر للخذلان، انظر للخذلان. حتى لما كان يبطش الحوثي بعض أهل المسلمين ضعف واستسلم. الحوثي يدعم دعما هائلا من إيران لتصدر الثورة. لا شك في هذا الشيخ. شيخ الكريم، أستاذنك والسادة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود بعده إليكم، كونوا بانتظارنا. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها، رجالا على السنة جبالا رواسي ما تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها، لنا الحسنيين اما الشهادة واما النصر يا جنة الفردوس محلى مبانيها، نجرع عدو الله كاس المنايا في جهنم بإذن الله يسكن بواديها، غزت وجربت
منكم سباع الوحش والنسر والغربان نالت أمانها أتتكم سود الله بوايله كل القبل شاركت والله ناصر مغازيها ويا رافض قد حان يوم النقى ملك بقى في وسط صعده ولا في نواحيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته. أهلا ومرحبا بكم يا السادة المشاهدون مرة أخرى. يتواصل الحديث مع الشيخ خالد عن والتساؤل حقيقة الذي يكون يعني الذي يسمع هذا الكلام ربما يكون لديه تساؤل: لماذا ندعم دماج وكيف يمكننا أن ندعم إخواننا في دماج؟ لكن أريد أن أقول كلمة أن الآن الموقف العالمي وجميع القنوات لا تهتم في دماج. فأنا أسأل وأرجو من الأخوة وكل من يهمه الأمر أن يفعل هذه القضية. كسر دماج كسر لأهل السنة قاطبة. الآن اليمن مقبلة على تقسيم، فإذا سقط الدماج ستقسم اليمن، تخرج صعدة ثم صنعاء ثم الحراك الجنوبي. فأرجو أن ينتبهوا الأخوة، نحن نعيش في جبهة ونذوق يعني المرارة كما يقولون في هذه الجبهات، هذا الرباط. والرباط فضله عظيم، وأنا أذكر الأخوان أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. بعض الأخوة من اليمنيين الذي يقول أنا ليس عندي سلاح وليس عندي قدرة، أقول التف مع هذه الجبهة ولو تأتيهم بما تستطيع، وتكون أما مع الذين يشيلون الجرحى أو المؤونة أو رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومعروف الأحاديث في الجهاد في سبيل الله. وأخواننا الآن جهادهم شرعي كما أفتى به الفوزان فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وكما أفتى به الشيخ عبد الرحمن البراك، وكما أفتى به الشيخ عبد العزيز الراجحي، وكما أفتى به علامة المدينة محدثة عبد المحسن العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وأهل دماج شك يقاتلون عن أرضهم التي هي مالهم ومزارعهم. ومن قتل دون دينه فالحرب دينية بحتة، حرب إسلام ورفض مجوسية. من قاتل دون عرضه فهو شهيد. الحوثي يضع الميكروفونات ويقول: سأتمتع بنساء دماج. نساء دماج من قبائل عربية، قبائل حاشد وبكيل همدان قحطان خولان، هذه كلها قبائل عربية. ويأتي هذا الخسيس الرافضي ابن المتعة ليتمتع بنساء دماج، يضع الميكروفون من بعيد ويقول: سنتمتع بالنساء وسنفعل. هذه حرب إرهابية، اسقاط من عند. لكن نحن لهم بالمرصاد بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن كان يستطيع الدعم أن يتواصل معنا، هي على تويتر، لي حساب على تويتر خالد بن مبارك الهيم، ولنا أرقام تلفونات، وللأخ يحيى وللأخ أبو حاتم الأشموري رقم قد يتواصل معي الأخوان ونضع على القناة، وكذلك الأخوة في كتاف. ندعو كل مسلم موحد أن يلتحق بهذه الجبهات، أو أن يتواصل مع الأخوة، أما الدعم بالرجال أو بالمال، الدعم إما بالرجال أو بالمال. وأقولها والله سبحانه وتعالى والله يشهد، لا أعلم جهة تدعم الأخوة في دماج غير نحن والمجموعة التي زكاها الشيخ حمد العثمان والشيخ فلاح إسماعيل المندكار بعض الأخوة. لا أعلم جهة تهتم بدماج وشؤون دماج إلا نحن مجموعة لجنة شعبية لله في لله. هذه أقول لكل مسلم أن يتق الله. هذه البوابة الجنوبية نحن ندافع عنهم. صدورنا أمام قنابل ورشاشات الحوثي. جهدكم يا شيخ حقيقة جهد مشكور، وأنتم تقومون يعني على نسأل الله القبول والإخلاص. آمين. على ثغر يا شيخ. أستأذنك باتصال هاتفي أو مداخلة هاتفية من عبد الواحد الشلالي قائد جبهة الرضمة. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني عندي جميع إخواني أهل السنة في اليمن لعيد الأضحى المبارك. الإخوان لو تكرموا برفع الصوت قليلا. على جميع المسلمين، وإني أوجه كلمتي هذه ونصيحتي لكل فرد من أبناء العروبة، أبناء يمن الإيمان والحكمة، أن يقاتلوا هذا الخبيث الحوثي الرافضي الذي أدخل هذا المذهب إلى اليمن، واليمن هم الفاتحين وهم الرجال الذي قاتلوا في سبيل دين الله ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها. واليمنيين جميعا لا يفكر الحوثي. أوجه كلمتي هذه لأبناء صعدة، أبناء حمير قضاعة وأبناء كهلان، أن يقفوا أمام هذا التيار الإيراني المجوسي الذي هو دخيل على اليمن. ووجه كلمتي لكل مسؤول في الدولة أن لا يستسهلوا الغزو الحوثي الذين يغزوا إلى كل بلد بأفكار خبيثة. وإن أخواننا هنا في الرضمة كلهم استبسلوا وقالوا أتى الجهاد إلى هنا، فنقاتل في سبيل الله وفي سبيل ديننا وفي سبيل أخ عبد الواحد وطننا. نعم. حدثنا كرما عن ما يجري حاليا في هذه الأيام في جبهة الرضمة. والله في جبهة الرضمة كان عندنا 13 أسيرا من قادة الحوثي، ومنهم الرافضي الضحياني، وسلمناهم للمحافظ أحمد عبد الله الحجري وقائد المنطقة بشروط، واستلموا هؤلاء الأسرى من لدينا، وعلى أساس أنهم يحجموا هؤلاء الذي درسوا في صعدة والذي يعني درسوا بأفكار الحوثي وصدرهم إلى هنا. وبعد ذلك طلبوا مننا جماعة وخذوا الأولاد وطرحوهم في وزارة الدفاع. وفي هناك خلل إن شاء الله سيظهر، وإن الشعب اليمني سيصفي بنفسه. للعلم إن الشعب اليمني شعب سني وثقافته سنية. ما في شك في هذا. يحيى بن الحسين الهادي في عام 282 وجه في المذهب الزيدي، فالمذهب الزيدي كان يتعايش مع المذهب الشافعي، وأحمد بن إدريس الشافعي أتى في 550. ولكن يعني كانوا يعملوا التفرقة. وأما المذهب الرافضي الاثنى عشري فأنا فعندي عقيدة وإيمان أن الشعب اليمني لن يقبل هذا المذهب إلا من ادعى أنه من أصحاب الحوثي أو من جنسه، لأنهم يعني بيفرقوا بين الناس. هذا يعني فلان، وليس هم هاشميين، أنهم من بقايا الفرس الرفضة ومن بقايا الطبريين. أحسنت يا عبد الواحد. أفعالهم تدل على جنسهم الحقيقي، لكن حدثني عن ماذا تحتاجون أنتم كأفراد تقاتلون على الجبهة يعني تحديدا؟ والله إحنا قاتلنا بجهودنا، وندعو إخواننا أن يقاتلوا بجانبنا وندعوهم بالإعانة لنا. وإن هذه الجبهة أنا قد طرحت يعني أنهم ليس أنهم يفكروا في اليمن أو في الرضمة أو في عدن أو في بعض المحافظات، أنهم يفكروا في بيت الله الحرام، ويفكروا أن ينقلوا الحجر الأسود إلى كربلاء أو إلى قم ويصدروا الناس المغفلين، وأيضا يستخدموا المخدرات ويستخدموا الشعوذة، وهم هذول هم معاصي بغيض
ولكن بإذن الله وليس يفكروا إخواننا إن هذولا من الهاشمين هم من ضواجي الفرس المجوس، ونقاتلهم جميعا بإذن الله. بإذن الله. وقد أشكر وما عندهم مشكلة لا في الصلح وإن عندهم التفكير. نعم. يا أخ عبد الواحد، كلمة أخيرة أو نداء أخير تريد أن توجهه، المجال مفتوح أمامك. أنا أوجه كلمتي هذه ونصيحتي لكل عربي سواء في الجزيرة العربية بأكثرها أن يقاتل هذا المذهب الرافضي، لأنهم بيأخذوا مشاعر الناس ويقولوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام. هم كذابين، لا قد قتلوا أمريكي ولا يهودي ولا إسرائيلي. أنهم بيقاتلوا أبناء العروبة وأبناء دماج وأبناء حاشد البطولة، صعدة أيضا، أبناء صعدة بعضهم مغلوبين على أمرهم، وإحنا متأكدين إن أبناء صعدة من أبناء حمية القضاعة سيقاتلوا الدخيل الرافضي الحوثي، وسيكون النصر بإذن الله لأبناء اليمن وأبناء الجزيرة العربية، وسندافع عن وطننا وعن ديننا وعن عرضنا وعن إسلامنا وعن بقائنا في الحياة من هذا الخبيث الحوثي. شكرا لك. هذا مع الصح. نعم. أبناء الجزيرة العربية غاضبة. نعم. طيب يا عبد الواحد الشلالي قائد جبهة الرضمة، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى نقل المعاناة وما يحدث لإخواننا هناك في جبهة الرضمة. لك تعليق شيخ على كلام؟ والله أنا أشكر يعني جهوده، وهو بطل وشجاع ونكل بالحوثيين ولم يذكر له هزيمة. نعم. حتى أرغم الحوثيين وأخذ الحوثي يشتكي عبر قنواته من يسمونه يعني السفاح أو الجزار أو يعني رجل نكل بالحوثيين قال وفعل. أما نحن جبهة دماج المحاصرة الآن ما في صلح، نحن لن نصالح حتى يخرج هذا العدو الحوثي من الجزيرة العربية بأكملها وخاصة من اليمن. سنحاصر صعدة، وعندنا الآن أكثر من 30 أسير. الذي لا يسمع فليسمع، آخر موعد غدا إن لم يقبلوا بشروطنا التي نحن نفرضها سنضحي بأسراهم. نحن أبناء خالد القسري قصاب الزنادقة سنضحي بهم، وستفتح الجبهات على صعدة ليذوق مثل ما ذاق أخواننا في دماج. ستحاصر صعدة كلها، صعدة ستصير تحت الحصار. قاعدة فهمناها من شيباننا لما قالوا أن الدولة الفلانية جاءتكم بطياراتها، قال شيبان الطيارة فوق الله ولا تحت الله؟ قال لا تحت الله. قال جل المنصوري نعم. إن جندنا لهم الغالبون، إن جندنا لهم الغالبون. وستفتح الجبهات. وأعلن الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله بعد أن عرف مماطلة الدولة وأعلن وأذاعت هذا صحف اليمن: أي سني يجد حوثي يقتله، بيننا وبينهم السيف لا صلح، أي حوثي تجده اقتله. كما قال الشيخ يحيى والله إنك تقتله كأنك تقتل جرو أسود. نكلوا في الحوثيين أينما تجدوهم، اقعدوا لهم في كل مرصد حتى يذوقوا ويخضع ويرمي السلاح ويعرف أن اليمن لليمن، وأن اليمن أبناء سيف بن ذي يزن كسروا كسرى، وأن اليمن فيها ابن عمر بن الخطاب إذا نسي القادسية نذكر بقادسية أخرى، ونحن لهم بالمرصاد. لا صلح، لا صلح، لا وساطات، لا رجالات من الخارج. وندعو أهل السنة في اليمن أن يهبوا لنصرة إخوانهم في دماج، وأن يهبوا إلى كتاف، وأن يهبوا إلى حاشد، وأن يهبوا إلى فتح الجبهات. جبهة حجور يجب أن تفعل، وستفعل جبهة حجور، وستفعل هناك جبهات أخرى حتى نرد الحية إلى جحرها ونكسر نابها. نعم، أحسنت شيخ.
شيخنا الكريم، في ظل هذه المناداة والمناشدة يتبادر إلى الذهن دور العلماء سواء كانوا في اليمن، وهذه نذكرها في كل قضية ونرددها لأهمية الدور العظيم الذي يقوم به العلماء الربانيون. دور العلماء في اليمن وفي غيرها يا شيخ. بعض علماء اليمن متخاذل ومغيب، ولو قتلت أمه أو أخته لأصدر الفتاوى، لكن نقول له حاول أن تدخل دماج، ما راح يقدر لأنها محاصرة، ويوميا يقنص منا 1 أو 2. اليوم قنص وأمس قنص. صلاة العيد أكثر من 1000 امرأة لم تستطع أن تصلي صلاة العيد. الحوثي كما يقول رأسه ليس يعني نرفع من رأسنا، هو مواطن والأخوة مواطنون. صعدة لليمنيين، الأخوان لا يستطيعون أن يدخلوا صعدة يشتغلوا، كثير من الأجانب لا يستطيع أن يدخل. عندنا بعض الأخوة تكرم من عال ما عنده، عندنا بعض الأخوة أصلا يعني الأرامل والأيتام وغيرها. واجب العلماء كما أفتى الشيخ صالح الفوزان أن يدعموا بالمال. أفتى الشيخ عبد المحسن عباد وفتوى موجودة على شبكة العلوم السلفية، من أراد أن يتواصل مع الأخوة ليدخل على شبكة العلوم السلفية. أفتى بأن لا يترك الروافض قبل سنة إلى الآن الفتوى هي. وأفتى للأخوة قال من أراد أن يذهب للجهاد يستأذن والديه، وجهاد الأخوة جهاد شرعي أفتى به أكابر العلماء. نحن نسمع لأكابر العلماء لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وفتاوى الجهاد لها خواص العلماء. كما أفتى بهذا كما قلت لك الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي تلميذ الشيخ بن باز 40 سنة، وهو مرضي عند السلفيين وأهل السنة جميعا. كذلك الشيخ عبد الرحمن البراك، كذلك كثير من المشايخ، من الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ يحيى الحجوري. طيب أصلا مثل هذا تحتاج إلى فتوى. أنا الآن إذا أحد يدخل على بيتي يقول له الشيخ يجوز ولا ما يجوز، هذا ليس دين الإسلام، ليس دين الإسلام. فواجب الناس أن يدعموا. الجبهات والمال عصب الحياة. أحسنت شيخ الكريم. أيضا حقيقة نحن لا نريد أن خصوصا في هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، نريد أن ندخل السرور على إخواننا في الإخوان المشاهدين عموما، ونريد أن نذكر بعض المواقف النبيلة لإخواننا المجاهدين في دماج. لا أنا بذكر موقف قبل هذا. نعم تفضل. عندنا أخ صومالي، نعم، محمد الصومالي، رجل يعني كما يقول يستحي. هذا عندنا جاءه رجل قال معي تركة لوالدي أخذها إلى الصومال فقراء. من عرف حاله الدماج يعرف أين يعني حالهم. قال هذا الرجل خذها إلى أهلك في الصومال. فقال يعني يقول هذا الصومالي على لسان حال قد أحسبها أن أهلي يعني العوائل الصومالية يحتاجون إلى المال، ودماج تحتاج إلى المال. العوائل الصومالية قد يكتفون، هؤلاء محاصرون. العوائل الصومالية قد يكون بعضهم صوفي وهؤلاء أهل السنة. فقال اعذرني والله أن الدماج جولة. هذا هو الإيثار، يؤثرون على أنفسهم وكان بهم خصاصة. عندنا كثير من الأخوة يعني كنا في المتارس، انظر إلى المتارس، ضرب حديد بالنار، فيختبر إخوانه فيقول لهم وهو يرمي ما مرويات الأعمش عن البخاري، يقول صاحبه كما وهو يرمي النار تضرب كم عدد مرويات الأعمش عند البخاري. العجيب أن هذاك يرد عليه ويجاوبه عدد مرويات الأعمش كذا وكذا وكذا. أذكر أن لما حوصر عبد الفتاح الفرنسي أنا موجود، وجلس أمامي 2 من الأخوة، فيعني يأخذ يعني يتفكروا ماذا يفعلون، والسيارات يعني تذهب هنا وهنا لفك الحصار. فكان مع أحدهم بآلة شاهي استكانة، شرب إلى أن وصل النص، فقال لصاحبه لو كنت أنا وأنت مكان عبد الفتاح هل يعني ستغضب على الأخوة الذين يجلسون يشربون الشاي؟ فنثر الاستكانة وذهب إلى أخوانه. الله أكبر. يعني الأخوة هناك سطروا. أنا كنت مع أحد القادة وقتل معانا الذي يرمي بالهاون، سالم العمودي، نزلوا عليه هاون ومات الله يرحمه. فقام أحد الأخوة يضرب بالهاون. الحوثيين استنجدوا بأصحابهم، وأتى طاقم له جيب شاص عليه مجموعة من الجنود، فنزلت عليه ما ندري إلى الآن من الله سبحانه وتعالى صاعقة ضربت،
سبحان الله. فاتصلوا علينا قالوا الضربة موفقة، نحن ما فينا الذي يعرف يضرب بالهاون، الذي يضرب توفي. فرد عليهم قائدنا قال ما معنا هاون، ما شغلنا الهاون. قال والله نزلت عليهم فأحرقتهم كلهم من السماء سبحانه وتعالى. سبحان الله. معنا كان مرضى، معنا ناس مرضى والله، منهم السنفاني من أهل صنعاء، أعرج والله إنه يعني تشوفه بالمعركة يركض. لكن العجيب لما ذهب الأخوة إلى حضرموت في الحرب السابقة وأخذوا يعني يحرضونهم على الجهاد، فقام رجل أعرج فقال أنا سأذهب معكم. والله إنه أعرج ويعني معاق، الرجل أعرج معاق ومشيته يعني ما يقدر يمشي. فقال يا أخوة أنت أعرج؟ قال لا والله ما فيني شيء، وأخذ يمشي أعرج. قال والله ما في شيء، وأخذ يبكي. أعذره الله أصلا. ذهب معنا وبارك الله فيه. ومعنا رجل قد صور يقول أنا أعرج وقاتل برجل وحده، وأخواننا بعضهم سالم يعرفونه. كنت لما في مأرب جاءني صبي صغير أذكر اسمه إلى الآن، بدر العبيدي من عبيدة قحطان. فجلس جنبي قال يا شيخ أبيك تدعو لي، عمره 15 سنة هكذا. قلت الله يوفقك والله يحفظك. جاء مرة ثانية غضبان وتعبان قال يا شيخ أبيك تدعي لي ويقعد يمي. قلت أسأل الله أن يوفقك. ويردها مرة ثانية. قلت أنت إيش قصتك؟ قال يا شيخ يأخذون ماجد أكبر مني بسنة أنا ما يأخذوني. الله أكبر. انظروا بسرعة، والله أن التاريخ يعيد نفسه، والله أن الأمة في خير. هذه نقرأها في الكتب والله أنها موجودة، نعم. والله أن عندنا أخ فرنسي هاجر من فرنسا، هو كافر فدخل إلى الإسلام، فهاجر من فرنسا ودخل إلى دماج. ولما دخل إلى دماج يعني أخذ يتعلم الإسلام ويقعد مع الأخوة، لكن لا يحسن العربية بتاتا. نعم. فخلصت يعني المؤنة اللي معاه المال يعني انتهى، فأخذ يعرض نفسه على الناس، نجار، حداد، بقال، أي شيء. فالناس يكلمونه ما يفهم أبدا، أعجمي. فقالوا له يعني أنت ما تصلح تشتغل عندي، فمشوه. ذهب للآخر مشاه، سبحان الله أخذ يبكي. انظر إلى الغربة. عندنا الآن عوائل في دماج، عندنا فقراء في دماج، عندنا عوائل تحتاج إلى من يعني يتكفل بها، أيتام، طلاب علم، فقراء، مهاجرين كثير. يعني أذكر أن أحد مشايخنا يقول دخلت إلى مسجد، والمسجد يقول أجلكم الله ما في بالخارج نعول ما في. يقول لما دخلت يقول هم فقراء نعول ما عندهم. يقول وإذا الإمام يحدثهم عن الزهد، هو زاهد به ويحدثهم عن الزهد. هذه هي دماج ألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتاب اسمه ذم المسألة. الآن لو تتصل على دماج تقول عليكم الله يغنينا. فالناس يعني متعففين، هل تنظر يعني يطقون عليك الباب تعال؟ فهؤلاء أخوانكم نصروهم، هؤلاء حماة البوابة الجنوبية، جبهة الشيخ عبد الواحد وجبهة الرضمة وكثير من الجبهات. ونعتب على بعض الجماعات التي معها السلاح ولا تعين إخوانها. بعض الجماعات ما تعين إخوانها، بل تقتل بالجيش وتقتل بالشرطة وتفسد بالبلاد. وجبهة الرضمة عندهم، وجبهة منبه عندهم، وسحقة منبه، وجبهة الآن حاشد عندهم، ما في. طيب يا شيخ الكريم، أنا قبل أن ما بقي معي وقت حقيقة، لكن قبل أن أنتقل إلى محور أخير في قضية الدعم الذي تتلقونه من المحسنين سواء في جميع البلدان. المال هذا كما فهمت منك أنه لا يصرف فقط في شراء الأسلحة وكذا، وإنما تقومون أيضا على رعاية الأسر والأيتام والأرامل. نحن نسلم المال إلى الأخوة في دماج وهم أعلم به. نحن نسلم المال كما قال الشيخ الفوزان إلى الأخوان وهم أعلم به. نسلم المال من عندنا إلى الأخوة. وبعض الأخوة يسلم المال يقول يريد تجهيز مقاتلين ونبعثه إلى كتاف أو إلى دماج أو إلى كتاف حاشد. والحمد لله في هذه الأيام أرسلنا إلى الأخوة في كتاف وعملنا مشروع صغير، أرسلنا إليهم 39 أضحية. جميل. وأرسلنا إلى دماج 58 أضحية، وأرسلنا إلى حاشد 31 أضحية. إخوان المجاهدين وصلت آخر خروفين دشوا تهريب، يدخلهم الإخوان تهريب إلى دماج. عجيب. فالحال يا أخوان والله نعيش في غربة، يا أخوان نعيش في غربة. كان هناك رجل يدعمنا والحين توفى رحمه الله. كان رجل يدعمنا والحين توفى قبل سنة، توفي تاريخ 16/6.
16/6 كان معنا توفي، فأصبحنا مثل اليتامى. الله المستعان. فنقول لأبنائه سيروا بسيرة والدكم رحمه الله. حقيقة يا شيخ الحديث عن مآسي المسلمين يبعث الشجع والحزن، خصوصا من أولئك الذين يملكون. نقول لأبنائه نحن درعكم، نحن إخوانكم، ما دلنا على الإسلام وأنتم على الإسلام. أبوكم توفى وأنتم الآن موجودين، والله ما نبي إلا شيء واحد، يفتحوا لنا لجنة تتكفل في شؤون دماج، وهم يقومون على هذا. والله ما نبي إلا شيء واحد من أبناء هذا الرجل أن يفتحوا لنا لجنة. والتلميح يغني عن التصريح. هم رجال، ولكن لا أدري، توفي الوالد وكما قلت قبل سنة. إن شاء الله أنهم يسيرون على نهجه. وبإذن الله شيخ الكريم أيضا هم بأنفسهم يشرفون على هذه الأموال التي تصرف، يعني لن تذهب إلى مكان آخر بإذن الله عز وجل، وأنتم أهل ثقة. شيخ الكريم نريد أن نختم بنداء إلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض، وأنا حقيقة أقول هذا الكلام وأنا أعلم مدى انشغال المسلمين اليوم في قضاياهم، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، وفي كل مكان يا شيخ جراحات المسلمين ومآسي المسلمين. والله إن كثير من الناس لا يدري هذا المركز بني على نفقة قبيلة مطير، فقبيلة مطير أما تقوم فزعة دينية ولا حمية. نعم. أما تقوم فزعة دينية ولا حمية، وهم أهل لذلك، وهم أهل حمال النواظر، هم أهلها وغيرهم من القبائل. قبائلنا العربية المعروفة كلها أبناء قحطان وعدنان، نستنجدهم رجل رجل. لا تقول ما تسمعني، نحن في حرب منسيين، والله إن أحيانا نأكل الفول من غير خبز. فندعو كل الأخوة لنشرة هذه الجبهات، وستفتح الجبهات على الحوثي من كل مكان، وكما يقول الدم سيتطاير، وسنرحب بالحوثيين، سنرحب بالحوثيين ونحن لهم بالمرصاد بإذن الله. وآخر نداء نقول توجهوا إلى جبهة حاشد، توجهوا إلى جبهة كتاف، توجهوا إلى فك الحصار عن دماج، دماج السنة، دماج الخير. أنا عندي قصيدة أريد أن ألقيها. تفضل. آخر. نعم. هذا الحوث الذي بغى وطغى وظن أنه سيفعل نقول له، أقول علم الحوثي وقل له ترانا صاملين، علم الحوثي وقل له ترانا صاملين، ويا أهل التوحيد هبوا حي على الجهاد، ويا خيول الله اركبي لا يسار ولا يمين، يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد، في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين، ولأجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد ما نهاب الموت، والله يعين المستحين وبدر رب الكون، ندحر رموز أهل الفساد قدم ربعي كل قاسي، لزوم النهيلين والله إنه ما يضد العناد إلا العناد، خابرين فعول ربعي وبجه المعتدين، انشد اللي عاين بوايله قد حزنات جمعنا بالمعركة يشبه الطود المتين، ما تزعزعها الروافض وزايد بالركاد، وقلعة السنة ترى دونها السيف السنين، كد ردعنا حسين مع بدر في يوم الهجاد، وما بقى الا واحد من بقايا الكافرين، الولد عبد الملك عقبه تطهر البلاد، وابشر يا قلعة الدين بكرة زاحفين، والوعد دماج والعين عافت للرقاد، ابشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين، والوعد دماج والعين عافت للرقاد، لا مشينا يشبع الطير مع ذيب القطين، ما نهاب الموت يلي تحبون الشهاد، وعلم الحوثي وقال له ترانا صاملين، يا أهل التوحيد هبوا حي على الجهاد. سلام. لا فضفوك ولا عدمك محبوك وشانئوك، حقيقة يعني قصيدة يعني جميلة ورائعة جدا وتنقل حقيقة معناه. أشكر قبل الختام فضيلة الشيخ خالد مبارك الهيم، أحد حقيقة الرجال الذين انبروا لهذه القضية وساهم كثيرا بنشرها، وجهده ومن معه جهد مشكور. الشكر لكم أنتم أيها السادة المشاهدون على حسن متابعتكم، ألقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماج تصرخ تستغيث تنادي، فلم السيوف
حبيسة الأغماد. صيحاتها دوت ولا من منقذ، فبكيت من حر الأسى بفؤادي. كتبت لنا مأساتها بدمائها، أجرى على الأوراق مسك مدادي. طمعت بعون المسلمين